سمعت عمرك عن معادلة جروب باي في الإكسل؟ تعال يلا نشوف. لو أنا عندي ديتة المبيعات، أسماء الموظفين المبيعات والكوارترات والمانسز والريفينيو بتاعتها، وعايز أعمل جدول هنا المانثلي توتال بتاعي، يعني عايز أحط الشهور وقدامها إجمالي الريفينيو وبتاعت الناس كلها. فهاجي من هنا كده هعمل معادلة جروب باي. أول حاجة بيقول لك الرو فيلدز، الصفوف، المانسز، هختار المانسز كده كوما. بعد كده الفاليو أو الأرقام، اختار الريفينيو كوما. دلوقتي ايه الفانكشنز اللي انت عايز تعملها؟ عايز تعمل sum percent off average حاجات تانية كتيرة. هقول له انا عايز اجمع sum كوما. بعد كده بيقول لي انت عايز تنكلود في المعادله الفيلد هيدرز، هقول له لا، اللي هم اسم المانسز والريفينيو. ممكن تبقى انت عايز تظبط الجدول على كده، هقول له نو كوما. دلوقتي بيقول لي التوتال ديبس، هل انت عايز تطلع جراند توتال؟ انا بالفعل اصلا عامل المعادله هنا فمش محتاجها، هقول له نو توتال كوما. بعد كده عندي حاجة اسمها sort order، ممكن أرتبه من الكبير للصغير أو من الصغير للكبير. فهعمل كده -2، أو ممكن جاي أقفلها خالص وأدوس انتر. هتبص هنا تلاقي الجدول اتملى والشهور نزلت لك، وبكده تكون أنت عرفت معادلة جروب باي. شفت معادلة جامدة إزاي؟ إحنا عندنا على منصة إكسل ماسترز كورس خاص بالمعادلات بس، وهو كورس واحد، كورس قوي جدا، ومعاه كورسات كتيرة قوي تخص الإكسل والباور بي آي. كل الكورسات دي هتبقى معاك باشتراك سنوي واحد، وتقدر تشوف كل الكورسات وتاخد شهادات عليها، وتعمل كمان بورتفوليو لنفسك. يعني من الآخر اللي بيدخل هنا ما بيخرجش زي ما هو دخل، بيبقى في حتة تانية خالص. فهنستنى ان انتوا تكتبوا لنا تفاصيل علشان نبعت لكم تفاصيل الاشتراك في اكسل ماسترز كلاب.